يا ترى ليه بنحس بالندم؟ جربتوا قبل كده الاحساس ده؟ اكيد احساس صعب ومؤلم جدا. انا غدا يسري في برنامج الحياه حلوه. النهارده هنتكلم عن الندم. ليه في ناس بتندم وناس تانية بتقول انا عمري ما بندم ابدا. الندم عبارة عن شعور بتأنيب الضمير بيحصل لنا لما بنعمل أفعال غلط أو لما بنعمل أفعال صح للناس الغلط. ساعات كمان بيكون بسبب القرارات الغلط أو بسبب إن احنا ما اتخذناش القرارات في الوقت المناسب وضيعنا فرص عمرها ما هتتكرر تاني. الندم بيكون إحساسه صعب جدا وبيأثر على حياة الإنسان بالسلب. بس هل يا ترى الصح إن احنا ما نندمش خالص؟ لا طبعا، لأن إحساس الندم سلاح ذو حدين. زي ما ليه حاجات سلبية، هو كمان ليه حاجات إيجابية كتير جدا. حسب الدراسات الندم بيجي في المركز التاني من حيث المشاعر اللي احنا بنعبر بيها في حياتنا، لأن طبعا احنا حياتنا كلها عبارة عن قرارات واتخاذ قرارات. فبالتالي لما بنتخذ قرارات بطريقة متسرعة ومش مدروسة بنعمل حاجات غلط واكيد بنحس بالندم. القرارات الغلط والمش مدروسة دي بتسبب لنا خيبة الامل وبتسبب الاحساس بالندم، وبالتالي الندم بيكون سبب في تقويم سلوكنا. الندم مش معناه تغيير الماضي او تغيير اللي حصل، الندم معناه ان احنا نحسن مستقبلنا. في ناس بتقول ان الندم مش بيوصلكم لحاجة، بس ده مش صح خالص، لان الندم بيديكوا الحافز على تحسين نفسكم وتقويم سلوككم وتغيير الحاجات الغلط الموجودة في شخصيتكم. صحيح الندم إحساس وحش جدا، بس هو مفيد جدا في نفس الوقت. طيب إزاي نستفيد من الندم ده ونصلح من نفسنا ومن حياتنا ومستقبلنا؟ رقم 1، ما تتجاهلوش إحساس الندم أو تنكروه أو تهربوا منه، بالعكس واجهوا أخطائكم بمنتهى الشجاعة. رقم 2، زي ما قلنا إحنا لازم نتعلم من أخطائنا ونتعلم من التجارب اللي احنا عدينا بيها، ويا ريت بقى لو نجيب ورقه وقلم ونكتب الاخطاء بتاعتنا واحنا اتعلمنا منها ايه وليه حسينا بالندم. ده هيخلينا نركز اكتر بعد كده لو مثلا الاخطاء دي اتكررت ان احنا عندنا مشكله معينه ونحاول نصلحها. وساعات كمان لما بنرجع للورقه دي وبنشوف ان احنا ما كانش في ايدينا اي حاجه نعملها تانية، بنحس ان احنا ممكن نسامح نفسنا. رقم 3، ما تسمحوش لهوس الندم انه يدخلكوا في دوامة تفضلوا عايشين فيها في تفكير وأسف وندم طول الوقت. عشان كده لازم تسامحوا نفسكم وتحبوا نفسكم وتطبطبوا عليها، وافتكروا ان خير الخطائين التوابون. 4، نقعد بقى مع نفسنا ونفكر في حلول لتصحيح الخطأ ده. يعني لو في اعتذار ممكن نقدمه لحد، يا ريت نقدمه. ولو مفيش اعتذار ينفع نقدمه، يا ريت بقى ان احنا نحاول نصحح اخطائنا ونصلح من نفسنا ونستغفر ربنا كتير، لان ربنا طبعا غفور رحيم. وتأكدوا ان ربنا اكيد هيستجيب لدعواتكم وهيقلل احساس الألم والندم واحدة واحدة لحد ما يختفي خالص. ويا ريت لو احنا محتاجين نروح لناس مختصة ان احنا نروح لطبيب نفسي او حد مختص. ممكن كمان تلجأوا للناس اللي انتوا بتحبوهم وواثقين فيهم، لان الناس دي اكيد هتقلل من عندكم احساس الندم. لو انتوا بقى من الناس اللي بتندموا، يا ريت تحمدوا ربنا كتير جدا، لان ربنا بيختص الناس اللي بيحبوهم بس بالضمير. احساس الندم هو دليل على الضمير، الضمير هو صوت ربنا. لو انتوا بتحسوا بالندم اعرفوا ان ربنا اختاركم عشان تكونوا ناس عندكم ضمير، عشان تكونوا ناس ربنا نفخ في روحه جواكم وخلى احساس الضمير نابع من جواكم. حبوا نفسكم وسامحوا نفسكم وكمان حاسبوا نفسكم وعلوا صوت الضمير، واعرفوا ان دي نعمة كبيرة من ربنا، لان اكيد لما ربنا بيختارنا بيكون احساس حلو قوي وبيخلي اكيد الحياة احلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة. كان معاكم غادة يسري في برنامج الحياة حلوة على راديو في السكة. شكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.